استضافة الإعلامي الكبير محمود سعد للفنان كريم عبد العزيز في برنامج سولد أوت على قناة واتشت الفضائية. كريم عبد العزيز بيحب التمثيل وبيقول أنا ما بحبش أشتغل حاجة فيها روتين، وكنت عايز لا إما أشتغل ممثل لا إما أشتغل طيار، وفضلت إن أنا أشتغل ممثل عشان بشتغل في كل الشغلانات ومفيش روتين في التمثيل، وبيحلق في كل شخصية بيمثلها. أول أعمال الفنان كريم عبد العزيز كانت في فيلم المشبوه مع الزعيم عادل إمام وسعاد حسني. وكان الفيلم ده كان عنده تقريبا 9 سنوات. وسؤال الإعلامي الكبير محمود سعد: أنت ما بتمثلش ليه مع الزعيم عادل إمام؟ قال له إن أنا شفت الفنان الزعيم عادل إمام أثناء الكواليس وفي خلال الأفلام، وإزاي تعاملوا مع الفنانين، فهو ما حبش إن هو يكرر تجربة الفنانين، لأن في أفلام الزعيم عادل إمام كان مثلا سعيد صالح لازم يموت، كان صلاح كابيل كده، أي حد واخد البطولة التانية مع الزعيم كان بيموت أو بيتهان أو بيتضرب أو فكريم عبد العزيز من الصغر قرر إن هو ما يشتغلش مع الزعيم عادل إمام. ولد الفنان كريم محمد عبد العزيز واسم الشهرة كريم عبد العزيز في 17 أغسطس 1975 بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة. نشأ في أسرة فنية، والده المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، وله أخت واحدة هي ياسمين محمد عبد العزيز. كانت البيئة اللي نشأ فيها الفنان كريم عبد العزيز نشأة فنية أو بيئة فنية، حيث أنه بيدخل بلوتو التصوير والاستوديوهات منذ الصغر، ومتعود على الوقوف أمام الكاميرا. عمل كمساعد مخرج لفترة قصيرة، وبعد كده سافر إلى أمريكا لمدة 2 سنين أثناء المرحلة الثانوية، ودخل المعهد العالي للسينما سنة 1994، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج 1997، وأحس فيها بلذة الوقوف أمام الكاميرا، ووجد حياته في عالم التمثيل. شارك الفنان كريم عبد العزيز الفنانة القديرة سميرة أحمد في مسلسل امرأة من زمن الحب، وده كان سبب نجوميته، وبعدين توالت عليه الأعمال الدرامية والأفلام، وكان أول ظهوره سنة 1998 من خلال المخرج شريف عرفة، ومشاركته في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة مع الفنان الراحل أحمد زكي وليلى علوي وسناء جميل ومنى زكي. وسنة 1992 مشاركته في عبود على الحدود مع الفنان الراحل علاء ولي الدين والمخرج شريف عرفة. سنة 2000 بطولة مطلقة مع الفنانة منى زكي وهلا شيحة في فيلم ليه خلتني أحبك إخراج ساندرا نشأت، وفيلم جنون الحب مع محمود قابيل وإلهام شاهين وياسمين عبد العزيز. المخرج كان سعيد مرزوق، وتوالت أعماله الفنية. وسنة 2001 تعرض الفنان كريم عبد العزيز ل8 جلطات رئوية بسبب التدخين، حيث كان يدخن بشراهة، مما اضطره للدخول العناية المركزة في مستشفى في لندن، وظل به 55 يوما حتى استقر وضعه الصحي، وبعدها عاد بصحة جيدة إلى مصر، وكان وقتها برفقة والدته، حيث أنها كانت هي الأخرى في رحلة علاج. وبعد عودته إلى مصر عمل فيلم سنة 2001 حرامية في KG2 مع حنان ترك وماجد الكدواني، ومسرحية حكيم عيون مع علاء ولي الدين وأحمد حلمي، و2003 حرامية في تايلاند حنان ترك، و2004 الباشا تلميذ. الحقيقة أن الفنان كريم عبد العزيز أفلامه كلها لا فيها لفظ خارج ولا مشهد مخل، فيعتبر أفلامه من أفلام الأسرة العربية والأسرة المصرية، أفلام محترمة. سنة 2005 عمل فيلم أبو علي، سنة 2006 واحد من الناس، وفيلم في محطة مصر 2007 وخارج عن القانون. وسنة 2010 عمل فيلم أولاد العم مع منى زكي وشريف منير، وعمل مسلسل الجامعة كان فيها ضيف شرف. وسنة 2011 فاصل ونعود، و2012 مسلسل الهروب، و2015 وش تاني، و2014 فيلم الفيل الأزرق، و2017 مسلسل الزيبق، و2019 نادي الرجال السري، و2019 الفيلم الفيل الأزرق.
وبعدين الفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين 2020. كريم عبد العزيز متزوج من السيدة هايدي هاني سرور، ولديه علي وملك. ومن أصدقائه المقربين منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز. بعد كده آخر أفلامه أو من آخر أفلامه بيت الروبي، آخر فيلم ليه، وفي فيلم الحشاشين وفيلم صك الغفران وتيرة والجن. آخر فيلم ليه تيرة والجن. فيلم بيت الروبي كان مع كريم محمود عبد العزيز. والنهاردة كان الفيديو عن الفنان المحترم كريم عبد العزيز. أشوفكم في فيديو آخر، وإذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.